ازيكم يا اساطير، وحشتوني جدا. النهارده الحلقه الاخيره من حكايه تانجيرو من الموسم الرابع لمسلسل قاتل الشياطين، وانا زعلانه جدا ان دي الحلقه الاخيره علشان الحلقه دي كلها عظمه من الاخر، وهنشوف معركه موزان ومين اللي هينتصر في الاخر. حلقه هترفع لك الادرينالين على الاخر. ولو اول مره بتتفرج عليا ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تنزل تدينا اللايك الجميل للفيديو ده. ويلا بينا نبدا الحدوته. وبيكون دخول موزان مرعب وقوي ومفاجئ، وبيكون رايح لزعيم قتلت في الليك الشياطين. اما اوباياسكي بيقول له: موزان انا كنت مستنيك، حمد لله بسلامتك، فينك يا راجل، وحشتنا طلتك الجميله. وموزان بيسخر منه ومن منظره وانه مريض ومتلقح ما بين الحياه والموت، وزوجته بتكون جنبه وبيقول له: انت الشخص اللي قعدت تقاتل عيلتنا لحد 1000 سنه. اما اوباياسكي بيسال اماني وبيقول لها: وصفيلي الهيئه اللي واخدها لاني مش شايفه، انا حاسس بيه بس. وبتقول له: شكله زي راجل كده في العشرينات من عمره، ولكن عينه لونها احمر، وبتوصف حدقة عينه وبتقول له عامل زي القطط بالظبط. وموزان بيكون واقف ولا همه اي حاجه. واما اوباياسكي بيقول له: على فكره انا كنت متاكد انك هتيجي لحد عندي، انت ماسك العيله كلها واحد واحد وغضبان من كل واحد فينا، فعشان كده هتقتلنا كلنا وهتخلص علينا. وموزان بيقول له: تصدق يا راجل انا حاسس بخيبه امل من صميم قلبي ان العشيره اللي انا بطاردها طول حياتي كبرت واستمرت في انها تقف في طريقي لحد 1000 سنة، وان زعيمهم مرمي بالشكل البشع اللي انا شايفه ده. يا راجل ده جثتك قربت تتحلل وريحتها واصلالي. وباشكي بيقول له: معاك حق، من يجي 6 شهور الدكتور قال لي هموت خلال كام يوم، ولكني ما زلت حي لحد دلوقتي. حتى الدكتور مستغرب وعنده ذهول ان انا عايش لحد دلوقتي، وانا لو عندي قوه فانا عندي قوه علشان ههزمك يا موزان. وموزان بيقول له: حلمك هينتهي الليله وهخلص عليك. وباشكي بيقول له: انت في حاجه تايهه عن بالك يا موزان، ان احنا الاتنين بننتمي لنفس العيله ونفس النسل، ولكن بما ان انت موجود من 1000 سنة فيعتبر ما فيش بينا صلة قرابة. وموزان بيقول له: كلامك ولا أثر فيا، عايز مني ايه يعني من الآخر؟ وأوباياسكي بيقول له: اتولد ولد وحش زيك من قلب العشيرة، عشيرة ملعونة حبتين، وكان كل عيل بيتولد في العيلة دي بيمرض على طول وبيموت بسرعة. ولما جه الوقت والعشيرة لقيناها بتنقص واحد واحد وقربت تنقرض، رحنا للكاهن وسألناه على اللي بيحصل، وقال لنا ان في شيطان ظهر في نسلنا، ولازم العيلة الباقية كلها تنافس بكل حاجة عندها من حلو ووحش علشان تغلب الشيطان ده ويبتدي يجيلنا نسل من جديد. ومن ساعتها بقينا نتجوز بنات كهنة علشان اطفالنا تكون اقل عرضة للموت، بالعكس يعيشوا وقت اطول. ولكن رغم كده مفيش واحد من العيلة بيعيش اكتر من 30 سنة. وموزان بيقول له: اوباياسكي شكلك ابتديت تخرف بالكلام يا راجل، ده اي كلام ومالوش منطق وهري على الفاضي، هو انت مرضك وصل لدماغك ولا ايه؟ وابتديت تخرف زي العادي، وكل اللي حكيته ده ولا يعني لي اي حاجة، لاني ببساطة ما تعرضتش لأي عقاب إلهي، والسما غفرت لي كل اللي أنا عملته، كل المجازر اللي أنا عملتها في البشر غفرتها لي. حتى أنا فترة وجودي ل1000 سنة عيني ولا شافت إله ولا حتى بوظة ولا حتى صنم بتعبدوه. ولكن أوباياسكي بيقول له: أنا شايف الدنيا من منظور تاني أنت مش شايفه. قول لي يا موزان، أنت إيه حلمك اللي بيكون بين عينيك طول ال1000 سنة وعايز تحققه لحد دلوقتي؟ وبيبص موزان لأوباياسكي وبيحس بشعور غريب قوي. بيقول: رغم إن زعيم صياد الشياطين قاعد قدامي وهو اللي مدرب كل الهشرة اللي وقفوا قدامي طول السنين دي كلها، ولكن مش حاسس بأي كراهية، وده احساس غريب جدا على موزان. وبيشوف موزان بنتين بيلعبوا وبيغنوا في نفس الوقت، وبيحس موزان بشعور اغرب انه حاسس بالحنين، رغم ان القصر كله ما فيهوش غير 4 اشخاص: اوباياسكي ومراته وكمان بنتين. وبيقول حتى القصر ما فيهوش اي حارس. وأوباياسكي بيقول لموزان: انا خمنت انت بتحلم بايه، انت بتحلم بالابدية والخلود، ان انت تفضل عايش طول عمرك ومسيطر. وموزان بيقول له: فعلا ده حلمي وهيتحقق قريب، ولكن مشترط على اني الاقي نزوه. وأوباياسكي بيقول له: عمرك ما هتلاقيها. وموزان بيقول له: يعني انت واثق ان انت مخبيها في مكان سليم ولا ايه؟ ولكن انا عندي وقت كبير عكسك، انت قربت تموت يا أوباياسكي. وأوباياسكي بيقول له: بيتهيأ لك. موزان بيقول له: بتقصد ايه بيتهيأ لي؟ أوباياسكي بيرد عليه وبيقول له: الابديه هي مشاعر الناس اللي بتقعد طول العمر. وموزان بيقول له: بطل اي كلام وخلاص، انا بشمئز لما بسمع صوتك يا راجل انت. وأوباياسكي بيقول له: 1000 سنة وفي الليك الشياطين ما اختفاش واخدت اطفال كتيرة جدا، اطفال مسكينة وما زالوا اهلهم بيذكروهم وبيتذكروهم طول الوقت. وبتكون هي دي الحقيقة، ان الابدية دي مشاعر الناس اللي انت قلت عليها اي كلام، مشاعرهم بتفضل موجودة للابد، وانت قتلت ارواح كتيرة واطفال اكتر، والاطفال دي ليها معزة في قلوبنا، ولكن المشاعر دي مخليانا ان احنا مش قادرين نسامحك. وبيتخيل موزان ليلة حمراء وحواليه كور اطفال كتير اللي قتلهم.
وباشكي بيقول لموزان طول ال1000 سنة مفيش حد غفر لك زي ما انت يا موزان، مرارا وتكرارا دست على ذيل النمر واتخطت التنين. الاتنين المفروض يكونوا نايمين وانت اللي فوقتهم، انت اللي فوقتهم وخليت فريق الهشرة على طول باصين عليك ومتربصين لك في اي حاجة هتعملها ومحدش هيسمح لك بالهروب من هنا. حتى لو قتلتني يا موزان الفريق كله هنا مش هيتأذى ولا الفليق، لاني انا مش بالاهمية اللي انت فاكرها، مشاعر الناس بس هي اللي هتقومهم من تاني، لان ببساطة كده بموتك انت كل الشياطين هتهلك ومش هتبقى موجودة. وبتهب ريح خفيفة وباشكي بيقول له شكلي صوبت صح، وموزان بيقول له كلامك خلص ولا ايه الدنيا؟ وباشكي بيقول له في كلمة اخيرة، انا قلت لك ان موتي مش هيكون مهم للدرجة، ولكن موتي هيكون عميق بالنسبة ليهم وهيفضل جواهم، ولحسن الحظ كل اعضاء الفليك بيحبوني جدا. باختصار يعني بموتي كل معنويات الفريق هتترفع اكتر من قبل كده وهيبقوا متربصين لك اكتر يا موزان. وموزان بيحول ايده لايد شيطانية وبيقول له خلصت كلامك عشان اخلص عليك ولا ايه يا وباتشي؟ وباتشي بيقول له انا خلصت كلامي، انا استغربت اصلا يا موزان انك سمعتني لحد دلوقتي وشكرا ليك جدا. وموزان بيبتدي يتحول والغراب بيبتدي يستدعي ويقول حالة طوارئ طوارئ لكل الهشرة، وبيقول لهم قصر اوباياتشي بيتعرض للهجوم ولازم تحضروا حالا. وكل الهشرة جارية على ناحية القصر، هشرة الرياح والثعبان والحب وتوكيتو وهشرة الحشرة، ومش بس كده وهشرة الصخر وتانجيرو كمان. وكلهم بيفتكروا لما كانوا متجمعين مع هشرة الصخر، وهشرة الرياح بيقول له لازم يكون في حد مع اوباياتشي علشان يحميه، ولكن هشرة الصخر بيقول لهم انا بقيت هشرة وانا عندي 19 سنة، ومن ساعتها عرضت عليه الفكرة دي حوالي 8 سنين وفضل رافض الفكرة نفسها، راسه ناشفة قوي اوباياتشي. وهشرة الحشرة بتقول ان زعماء اوباياتشي اللي كانوا قبل كده محدش فيهم اتخدم ولا كان ليه حرس اصلا، وكلهم طبعا بيجروا باقصى قوتهم للقصر وبيكونوا شايفين القصر قدامهم، واوباتشي بيضحي بحياته وحياة اسرته وبيفجر نفسه بالقصر كله علشان يقضي على موزان. والهشرة بيشوفوا كل النار دي وبيسمعوا اصوات غريبة وبيطلع موزان من النار وبيستمد قوته من تاني. وتنجيرو بيقول انا سامع صوت متفجرات وريحة اجساد بتتحرق، وبيكون اوباياتشي وزوجته والبنتين بيتحرقوا اصلا. وموزان بيقول انا كنت فاكر اوباياتشي انسان عاقل وهينصب لي فخ كالعاده ومش هعرف اخلص عليه، ولكنه طلع مجنون وضحى بنفسه وعيلته، انا ما كنتش متوقع كده. وكان موزان صنع متفجرات فيها مسامير علشان تاثيرها يبقى ازيد على موتهم. وبيحاول موزان يتشافى من الحريق كله وبيقول اكيد الراجل ده عامل لي خطه تانية. وموزان بيقول انا مستشعر ان في ناس او بشر جايين حواليا وشكلهم دول الهشرة، ولكن حاسس بحاجه تانية جايه، وفي الاغلب ان اوباياتشي كان مكار وحول نفس طعم علشان اقابل الهشرة كلهم مره واحده. وبيقول موزان ان اوباياتشي غضبه وكراهته اتجاهي صعب قوي زي التعبان الملفوف حوالين بطنه، وان عايز يقلب كل الناس حواليا ضدي ويقضي عليا. وهل يا ترى اطفاله ومراته عارفين كل الخطه دي؟ وبيقول موزان كفايه تفكير بقى في اوباياتشي والمفروض يحصل او المفروض حصل، انا المفروض اركز مع جسدي اللي هيتجدد قريب. وبيستعيد فعلا جسده وبيلاقي حواليه بذور لحم، وبيقول ده فن شيطاني دموي، وبتشل حركه موزان وبيطلع شوك وبيكلم موزان متسمر مكانه. وموزان بيقول يا ترى لمين الفن الدموي ده، وانه مش عارف يخرج نفسه من الشوك حتى. وبيقول كويس قوي عددهم مش كبير هعرف اخرج منهم. وبيلاقي العدد عمال يتزايد من الشوك، وبيلاقي واحده غرزه ايديها في بطنه وبيقول لها تاميو انت ليه بتعملي كده؟ وبتقول له تاميو ان البذور الدمويه والشوك ده لشخص انت حولته شيطان قبل كده. وبيعرف موزان انها عرفت تقرب منه لانها استخدمت فن دموي عشان تختفي بيه وتوصل لحد عنده وتقدر تغرز ايديها في بطنه، وبيبقى عايز يعرف هي ليه بتعمل كده. وتاميو بتقول له انت بلعت الطعم يا موزان صح كده ولا ايه؟ تفتكر انا دخلت ايه بايدي جوه بطنك؟ ايه رايك انا حطيت دواء يخلي الشيطان يرجع انسان؟ مفعوله ابتدى يحصل ولا ايه؟ قول لي يا موزان. وموزان بيقول لها مستحيل مفيش حاجه كده. وبتقول له فعلا انا لو كنت وحدي كان هيبقى مستحيل. وبيستغرب موزان من كراهيتها حواليه، وبيبتدي يمسكها من راسها بيخليها تنزف دم، وبيقول لها انت قتلت عيلتك واكلتيهم. وابتدى يضايقها بالكلام وانها اذت كل اللي حواليها. وبتقول له انا لو كنت اعرف ما كنتش اتحولت شيطانه ابدا. وبيقول لها موزان مش انت اقتصرتي على اولادك بس، لا ده انت قتلت كتير من البشر وكنتي مبسوطه قوي وانت بتقتليهم، افكرك باللي كنتي بتعمليه؟ وتاميو بتقول له صحيح انا يئست فقتلت عدد كبير جدا، وعلشان اكفر عن خطاياي هنموت احنا الاتنين سوا يا موزان.
ولما تاميو بتنده لهاشر الصخر وبتقول له تعالى، وبيتفاجئ موزان ان هاشر الصخر وبيدخل هاشر الصخر بكل عظمته وبيقطع راس موزان وبيخلص على موزان يعتبر، وبيفتكر هاشر الصخر انه خلص عليه كده. وبيفتكر هاشر الصخر ايام ما كان هو 18 سنه واوباياتشي 14 سنه، رغم ان اوباياتشي اصغر من هاشر الصخر ب4 سنين ولكنه قوي جدا. ووقت حادثه الاطفال اوباياتشي كان بيقول لهاشر الصخر انا عارف ان انت دافعت عن ناس كتيره قوي وقتلت عشان خاطرهم، ولكن انا واثق ان انت عمرك ما تقتل اطفال ابرياء. وبيقول هاشر الصخر ان على طول اوباياتشي كان ليه هيبه من وهو صغير لحد ما كبر في السن. وبيفتكر هاشر الصخر انه كان عنده اوباياتشي من كام يوم، واوباياتشي كان بيقول له خلال 5 ايام بالظبط هيجي موزان، ولما يجي انا بطلب منك كمان ان انت تقطع راسه. وبيترعب هاشر الصخر من كلام اوباياتشي انه عارف اللي هيحصل واللي جاي هيكون ايه. وبيقول شكل العيله دي كلها كده عندهم قوة الاستبصار ان هم يشوفوا المستقبل، ودي حاجة خلتهم يعدوا الازمات بكل سهولة وكمان يبقى ثروتهم كبيرة. وان اوباياتشي طلب من هاشر الصخر بالخصوص لان كل الطلاب او الاطفال اللي بيتدربوا مش هيهون عليهم انهم يخلوا اوباياتشي طعم. اما هاشر الصخر راجل كبير ومتفهم كلامه وهيبتدي ينفذ كلامه فعلا، ووعده بكده قبل ما يموت. وكمان اوباياتشي وصى هاشر الصخر على التلاميذ المتدربين وبيقول له خلي بالك منهم. وبنرجع لموزان اللي بيجدد راسه من تاني، وهاشر الصخر بيفتكر كلام اوباياتشي انه موزان لو ما ماتش بقطع العنق يبقى لازم نعرضه للشمس، ولو كده يا هاشر الصخر هتفضل تصارعه لحد طلوع الشمس. وهاشر الصخر بيقول انا عمري ما حاربت شيطان بالقوه دي، واني لازم اقيده في مكان علشان يتعرض فيه لطلوع الشمس. وموزان بيلاقي هاشر الصخر جاي عليه، وموزان بيتنفس الدماء السوداء الشائكه، وهاشر الصخر بيستعد بالهيئه الثالثه البشره المتحجره علشان يصد كل هجمات موزان. وهاشر الرياح بيوصل بيلاقي موزان وبيجري عليه وانه قضى على مولاهم اوباشكي. وموزان بيلاقي تجمع للهاشرة كله، وتنجرو بيشوف موزان وبيطلع سكينه وبيقول انا هقضي عليه. وكل واحد منهم بيتنفس هيئته وبيحاولوا ينقضوا على موزان، وبيلاقوا نفسهم في فتحات وهميه ومباني عملاقه للشياطين مليانه بالنار، وكلهم ما بيكونوش عارفين هم فين. وموزان بيكون فرحان فيهم وبيقول لهم هو انتوا فاكرين ان انتوا هتقضوا عليا بالسهوله دي؟ انا اللي خدتكم للجحيم وهخلص عليكم كلكم. وتنجرو بيقول له انا هقتلك يا موزان. وموزان بيقول له لما تتشطر وتعرف تطلع لي يبقى تعالى قتلني يا حبيبي. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حلقه النهارده، اشوفكم على خير في حلقه المره اللي جايه.